بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري. ما شاء الله عملناه في حلة واحدة وفي أقل من 5 دقايق عملناه وخلصناه. ما شاء الله عليه، جميل جدا جدا جدا. أطفالك هيعشقوه وهيبطلوا يشتروا الكشري من بره، لأن صراحة بيبقى فيه كشري بايت وبيحطوه على الكشري. فبصراحة اضمني سلامة ولادك، وهنشوف مع بعض الخطوات خطوة خطوة. كشري الحلة الواحدة ما شاء الله في 5 دقايق هنعمله. لو انت جاية مستعجلة ونفسك تاكلي كشري، اول حاجة انا عملت البصلة شرايح زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هحط لها سنة من الملح، نص معلقة صغيرة من الملح عشان البصل ما يكونش معاكي حادق. بعد كده بحط الزيت واكتر الزيت، لان انا هحمره وبعد كده هطلعه واسيب الزيت في الحلة هكمل فيه باقي الكشري زي ما احنا شايفين كده. نفضل نقلب فيه. زي ما احنا شايفين كده البصل ابتدى ياخد لون معايا، فانا هصبر عليه كمان شويه وبعد كده هطلعه. كده اخد اللون اللي انا عايزاه، بعد كده هطلعه في نفس الطاسه. انا طلعت قصدي سوري في نفس الحله. انا طلعت كده البصل، بس زودت شويه زيت لان الزيت كان قليل شويه. احط هنا الشعريه زي ما احنا شايفين كده واقلبها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده. على فكره انا هنا بعمله في حله واحده، وعايزاه ياخد لون الحله كده مكان البصل. ما شاء الله بتخلي ريحه البصل مكان ريحه البصل، بتخليه ليه نكهه حلوه برده. وممكن تحطي حبه بصل من البصل اللي انت محمراه زي ما احنا شايفين. هنحمرها بقى، وانا بحمر الشعريه كده برده بنزل بالمكرونه شويه، بقلب كويس قوي. زي ما احنا شايفين كده هنزل بقى بالعدس. العدس ده انا سايباه بقاله ساعه في ميته كده، حط عليه ميه مغليه بس، مفيش ازيد من كده. وافضل اشوح. بعد كده بنزل بالزيت. على فكره العدس انا بنزل عليه بميته وافضل اشوح زي ما احنا شايفين كده. ايديكي ما تنشلش من الحله، انك شوحي. طول ما انا بشوح حطيت بعد كده فلفل اسمر وبهارات 7 وملح، ما تحطش اكتر من كده. بفضل برضو اشوح زي ما احنا شايفين كده. زودت كمان حبة مكرونة زي ما احنا شايفين كده برضو، وافضل اشوح في الحلة زي ما احنا شايفين كده. حطينا المكرونة التانية وقلبناها مع المكرونة المتحمرة ومع كل اللي موجود في الحلة. بعد كده حطينا المكرونة الاسباجيتي، هنزل بقى بالمية السخنة، مية بتغلي زي ما احنا شايفين كده. انا غطيت المكرونه. اول ما تشرب هديها تقليبه تانية. ما شاء الله كله في حله واحده، ولا مواعين ولا تتعبي نفسك، وفي 5 دقايق خلصنا الكشري. شوفوا قد ايه الرز مفلفل حبايه من حبايه، والمكرونه طبعا استوت. ما شاء الله طعمه حلو قوي، البهارات مخليه حلوه قوي. يا ريت تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه. لو جينا لغايه هنا ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا هنا انا عملت الطماطم، انا فرماها في الكبه، فرماها فرم ناعم، حطيت عليها فصين توم. لو انت بتحبي التوم كتري، مش بتحبيه ما تحطيش خالص. ومعلقتين خل بس. هو ده صلصه الكشري. ما شاء الله الكشري طلع معانا حلو قوي قوي، مفلفل وجميل ما شاء الله، والصوره بتتحدث عن نفسها. انا هنا كنت ناقعه شويه من الحمص، معايا هنا بصل مكرمل زي ما احنا شايفين كده، بصل مكرمل